عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله بس بخير. الله يسعدك إن شاء الله. يا شيخ أنا بستفسر عن شيء، يعني أنا استخدمت رقية العطلة التعطيل حقتك قبلها يا شيخ. أنا عند أهلي متزوجة أنا وعندي بنت، قبل استخدام الرقية حقتك يا شيخ، يعني كنت زوجي ما أبغى أسمع عنه شيء. يعني أهلي يجون فاتحون في موضوع زوجي، كنت أقول لهم اسكتوا خلاص. يعني وصل الموضوع الآن بيننا للطلاق. لكن لو تجي تقول إيش المشكلة إيش في، أقول لك ما أدري. يعني ما في مشكلة من الأساس، لكن على أي شيء نتمشكل. يعني بس أبغاه يطلع من البيت، ما أبغاه يتواجد في البيت أو يكون موجود إلى في البيت. الآن لا بعد الرقية الحمد لله تعدل الوضع. لأنه كنت دائما أشوف بيتي يا شيخ في المطبخ بالذات كنت أشوف نمل، مع إني أنظف كل المكان وبالعكس كنت أنظف مكان وأشوف بيجي فيه النمل أو لا يجي فيه النمل. بس متى يجي النمل؟ النمل يجي قبل مشكلتنا. يعني مثلا إحنا اليوم مات مشكلنا ما في نمل، إذا بدأنا في المشكلة يروح النمل. فهمت علي كيف؟ فهمت عليك خلاص. طيب تستعينين بالله سبحانه وتعالى إيش تبغين تقولين؟ فحلمت أنا إنه هذه تقريبا قبل 3 أسابيع، حلمت إنه رحت مع زوجي واشتريت تراب مكون من قطعتين كان لونه وردي، فشفت إنه غالي فقلت عادي حتى لو غالي بشتري، أنا من أول أبغاه واشتريته فعلا وانتهى الحلم. طيب شراء الملابس الجديدة أو الملابس الجميلة هذا يدل على لبس العافية وعلى استقرار حال. أصغر عيالك كم عمره؟ أنا عندي بنت عمرها سنة، وزوجي كان متزوج أول وعنده بنت عمرها 7 سنوات. طيب أسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة. قولي آمين. آمين. يصلح لكم ما آتاكم. آمين. الرؤية هذه رؤية الملابس الجديدة واللون الوردي يدل على خير بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولبس العافية واستقرار إن شاء الله. بالنسبة للواقع اللي يحدث النمل في البيت بعد الرقية أو قبل المشكلة بعدين يختفي، هذا دليل على وجود أذى في المنزل، وفي الغالب النمل لها عدة أسباب ولكن كلها من الأذى، أما عين أو حسد أو سحر أو انتقام من الشياطين. فلذلك أنا أقول أنه تقرؤون في البيت سورة البقرة سورة العمران ثم تقرؤون. المشكلة كنت أحط صورة البقرة يا شيخ، يعني فكان يتضايق مني يقول لي إيش الأشياء هذه وأخر القرآن. يعني كنت أشغل كثير قرآن في البيت، أرفع الصوت، كان يقول لي شغل، كان يطلع من البيت يعني ما يجلس في البيت إذا شغلت صورة البقرة. طيب خلاص شغلي سورة البقرة بدون صوت. كيف يعني بدون صوت؟ يعني شغلي سورة البقرة بس ما حد يسمعها يعني بدون صوت. طيب أنا حاليا يا شيخ عند أهلي حوالي 6 شهور يعني، فما في بيننا تواصل أبدا يعني. ترى أنا أمزح الحين أقول شغلي سورة البقرة بدون صوت. أنا عشان كذا أقول لك كيف يعني بدون صوت. أنا أحتار إذا قلت شغله كذا قلتوا ما يحب، قلت ادهنوا زيت قلتوا ما يحب، قلت اشربوا مويه قلتوا ما نحب، قلت اغتسلوا قلتوا ما نحب، قلت تبغون فلوس قلتوا أيوه. كيف بس يعني أيوه؟ يعني الحاجة الوحيدة لو قلت تبغون فلوس بتقولون أيوه، والباقي كلها لا. زيت لا، ماء لا، قرآن لا، استغفار لا، توبة لا. طيب ايش اسوي لكم أنا؟ والله ما أدري، أسألهم هم. أسأل مين؟ الرجال يعني هم ليش ما يحبون هذه الأشياء؟ يعني أنا يحبون. بالأغلبية الرجال ما يحبون هذه الأشياء. تبغون فلوس ما أقري عليها؟ والله ما أدري يمكن. عشان تروحون تشترون فيها لو تدسونها في البيت كم ما يخالف. طيب خلاص ادعي له. تعرفين تدعي له ما تعرفين؟ أعرف أدري. خلاص ادعي له. اللهم فك رهان فلان زوجي المرهونة من العين والسحر والحسد. استمري بالدعاء وشغلي في المكان اللي أنت فيه القرآن واغتسلي بالماء، والمطبخ اللي فيه النمل إذا عدتوا لمكانكم إن شاء الله على خير رشوه بالماء اللي عليه رقية شرعية ولو في زعفران. يعني المدام يدل على المنام يدل على الرجوع يا شيخ؟ يدل على رجوع طبعا استقرار حاله. ايش قلت لك؟ بإذن الله. اللبس الجديد يدل على لبس نفسه، والزوج اللي رحت انت وياه وقلتي بشتريه هذا يدل على اصلاح يحدث بينكم واستقرار حال بمشيئة الله. بإذن الله. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافي سودعة الله. طيب لا تنسوا الصلاة على النبي والاستغفار، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، وأترككم في رعاية الله.